السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وتكون اموركم طيبه باذن الله. عواش مبروك، كندخل عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر. كنشكر كل متتبعين ديالي، كنشكر كل الاصدقاء ديالي والاهل. كل وحده كتاخذ من وقتها وكتكتب لي تعليق في القناه اللي كتفرحني بطبيعه الحال، واللي كتخليني نزيد لقدام. اللي كنشوف تعاليقكم اللي كتفرحني، وكنشوف بانكم يعني كتتبعوني فاش كنحط شي فيديو. شكرا لكم بزاف، الله يسعدكم في حياتكم يا ربي ويعطيكم ما كتمناو، واللي بغى شي حاجه يا ربي يحققها له في هذا الشهر المبارك يا ربي. غادي نخليكم مع الفيديو، يعني صفوف عادي بسيط، يعني يقدر يديروا اي واحد، وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم. وشكرا لكم على البارطاج. والى عجبكم الفيديو بطبيعه الحال ما تنسونيش من اللايكات، ونبداو الفيديو بالصلاه والسلام على الحبيب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الاجمعين. بسم الله على بركه الله. هنا البنات، بالنسبه للجنجلان هنايا محمراه. اللوز قليته في الزيت، يعني حيت له القشره وقليته في زيت بارده بطبيعه الحال باش ما يتخطرش، يبقى لنا خضر من الداخل. كاوكاو دخلته الفران وحمرته حيت له القشره. هنا البنات انا عندي هنا نص الكميه، يعني هنا كان عندي كيلو ونص ديال الجنجلان، يعني تقريبا نص كيلو. غادي نهرمشو بحال هكا. نص كيلو خليته صحيح، ونص كيلو طحنته يعني على برا. غادي نوريكم من بعد. يعني حتى كيتنيل مزيان وكيطلقوا داك الزيوت ديالهم. درت داكشي يعني حتى الكاوكاو واللوز، يعني العناصر بثلاثه. يعني كاوكاو حتى هو عندي كيلو ديال الكاوكاو. نص كيلو طحنته مزيان، نص كيلو غير هرمشته بطبيعه الحال. واللوز كانت عندي تقريبا شي كيلو وربع. المهم نص طحنته ونص غنهرمشو، تقريبا نخلي واحد رابعه هكا نرميها هكا صحيحه. صافي كيما شفتوا معايا كلشي هنا البنات كندوزو غير غير واحد، يعني ما كنطحنوش بزاف، غير واحد جوج ضربات صافي كنحيد باش كيبقى مهرمش. ملي كنبغيو ناكلو كنلقاو داك اللوز والكاوكاو، يعني كنلقاو مفسلو، ما تيبقاش داك الفسلو كله رطب بزاف. هنا البنات من بعد ما طحنت اللوز وطحنت الكاوكاو والجنجلان كما كتشوفوا معايا، هنايا عندي هنا كتشوفوا معايا هنايا عندي اللوز ها هو هنايا مهرمش. شوفوا البنات كي خليت يعني تيبقى طريفات. هذا اللي ديته على برا هو كيطحن مزيان يعني كيتخرج من داك الزيت. صراحه تيعاون باش كنبغيو نخلطو. هنايا الكاوكاو حتى هو نفس الطريقه درت نفس الطريقه اللي درت اللوز حتى هو غير هرمشته. وهنايا راه كنت ديته حتى هو معايا على برا وطحنته. وصراحه الثمن مناسب، كيلو ب4 ديال الدراهم، صراحه مزيان. هنايا النافع وحبه حلاوه حتى هما درت منهم تقريبا 3 المعالق. القرفه 2 معالق كبار. هنايا الجنجلان حتى هو غير هرمشته هذا، يعني ما كنطحنوش بزاف لان عندي قلت لكم الجنجلان قسمته على 3. يعني كان عندي كيلو ونص، كل نص كيلو وهذا طحنته حتى تنيل بحال هكايا. كيبقى لكم البنات الاختيار، كاين اللي كيطحنوا اكثر من هذا الشيء. انا اكتفيت بحال هكايا، وهذا خليته صحيح بحال هكا غادي نرميه هكايا. صراحه هاد المكان البنات اللي ولاو صراحه عمليين. انا تديته هنا خليت واحد شويه اللوز حتى ديت معايا يعني اللوز والجنجلان يعني وكاوكاو. قال لي زعما الا كنتي بغيتي تتهرمشي النص الاخر جيبيه لنا نقادو لك، يعني كيهرمشوا وتينيلوه بحال هكا. يعني اللي ما عندوش المولينيكس اولا هكا ما فيه ما زعما عيان اولا شي حاجه، راه هما كيديروا كلشي. هنا عندي تقريبا واحد 2 كيلو 2 كيلو ديال الطحين. هنايا حمرته انا على برا في الفران، صراحه ما حمرتوش في الدار. هنا البنات انا درت الدقيق الابيض. يمكن لكم ديروا اي حاجه، كاين اللي كيدير الشوفان، كاين اللي كيدير الدقيق ديال القمح، كاين اللي كيدير ديال هذا الذره. يعني انا كنفضل صراحه الا كنت غادي ندير شي حاجه، مثلا شي حاجه اللي ماشي صحيه، كنهضر مثلا الا قليت في الزيت غير حاجه وحده راه تنضيع الفائده ديال كلشي. يعني اللي بغاها صحيه راه ما يديرش الدقيق الابيض ولا الدقيق القمح ديال يعني اللي كيتباع، راه ماشي صحيه. الا بغينا نديروها صحيه خاصنا البنات نديروا الزرع ونديروا الشعير ونطحنوهم، وصافي التخليط تكون تخلط بالزيت البلديه وبالعسل الحره. تما كاين يمكن لنا نديروا إيلان، يمكن لنا نديروا زرعه الكتان، يمكن لنا نديروا بزاف ديال الفوائد. انا هكا تنفضلها. يعني الا كنت غادي ندير شي حاجه مثلا انا قريت اللوز، يعني واخا ندير شي حاجه اخرى صحيه الفائده ديالها كتضيع. المهم هذا الشيء البنات بين قوسين كما كتشوفوا معايا هنا درت اللوز والجنجلان وداك الكاوكاو اللي طحنت كامل. في هذه المرحله هذه غادي نحاول نبسبس داك الخليط. صراحه انا غادي ندوزو في العجانه باش غتعاونني، لان الصوف كتبغي تدلك مزيان. صراحه هاد الالات البنات ولاو تيعاونوا زعما اللي عنده العجان دابا يجبدها يخدم بها. وحتى هادشي فاش طحناه يعني على برا ساعدني بزاف، نقص عليا بزاف ديال الخدمه.
صافي كيشتو معايا هنا درت داك الكاوكاو واللوز والجنجله اللي هرمشتهم في الطحانه في الاول. درت 2 معالق ديال القرفه، ضفت هنايا حبه حلاوه والنافع، ودرت نص كوزه. صافي غادي نخلطها وغادي نضيف داك الجنجله اللي خليته صحيح وداك السكر كلاصي. بالنسبه للماء السكر كلاصي كما قلت لكم انا كندير الكميه اللي كتناسبني انا، وكل واحد شنو كيبغي. كاين اللي كيبغي الحلاوه بزاف، كاين اللي يبغي الحلاوه قليله، كاين اللي كيبغي يخلط بالعسل، كيبقى لكم نتوما الاختيار. انا هنا درت 350 وغادي ندوق من بعد ونشوف. هنايا ضفت داك الجنجله اللي خليته كما شفتوا صحيح، وغادي داك السكر كلاصي. هنايا غادي نضيف الزبده والزيت. انا درت هنايا 300 غرام ديال الزبده، ذوبتها وحيت من هذاك الحليب صراحه ما كانش في الحليب بزاف. وغادي نضيف تقريبا عندي هنايا نص طرو ديال الزيت. يعني غادي نضيف هاد العناصر كلها وغادي نخلطها مزيان، وغادي نحاول كي كنقولوا يعني نعطيها وقتها. غادي نهبطها البنات للارض باش نحكم على داك البانيو، راكم عارفين. يعني هكا ما غاديش نقدر صراحه عليها، وغنرجع معكم. هنا البنات بغيت نشارك معكم غير واحد لقطات بسيطه. هنايا فاش طحنتو على برا كيشوفوا الناس كيتيولي داك الخليط. هنايا بالنسبه لي ما عمره ما طحن فيها، اولا البنات المقبلات على الزواج لاول مره يعني كيكونوا في ديورهم ما كيعرفوش بحال هادشي. يعني صراحه يديوه على برا ويطحنوه ويخليوه النص اللي كيبغي بحال الطريقه اللي درت انا، النص الاخر نهرمشوه في الدار كيجي ساهل. وكنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. صافي البنات هنا وصل الفيديو النهايه ديالو. هنا عطيتوها واحد الشكل زين، وهنا في الطويجنات خليته يعني هكايا مفروز. اللي كيبغيه يبقى كاين اللي ما تيبغيش يجي مجموع هكايا، تيبغي ياكلو يتناولوا بحال هكايا. والاذواق البنات كتعرفوا كتختلف اي حاجه، يعني في اي حاجه كنديروا كل واحد الذوق ديالو. صراحه تيجي هكاك الجنجلان فيه كما شفتوا معايا باين، وداك اللوز اللي حنا فيه تيبقى هكاك تيبقى حتى هو باين، والكاوكاو واللوز كلهم يعني مهرمشين. والنصف الاخر بطبيعه الحال هو اللي تيخلينا باش كنجمعوها وكنقصوا شويه من الزيت والزبده. يعني كتنقص علينا بزاف ديال يعني ديال الكميه. يعني كنا غنديروا مثلا طرو ديال الزيت كنسقوا دايرين غير نص سيطرو. صراحه طريقه زوينه، وكنتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. ونخليكم الفيديو القادم باذن الله.